السلام عليكم متتبعاتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. كي دايرين؟ ماشي الصهد مع الحراره، نطلبوا ربي ان شاء الله يبردها علينا. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الغداء ساهل صيفي. نتوما عارفين مع هاد الحراره والحمى الانسان ما كيقدرش ياكل بزاف، فكنحاولوا ما امكن اننا نديروا شي حاجه اللي خفيفه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طاجين بالفولات ديال الغنمي والكلاوي. هذا الفيديو صراحه راه كنت درتو مورا العيد، ولكن غير باش ندير له المونتاج وننزلو لكم هنا في القناه. فهذا فين هذا فين كتاب. نتوما عارفين مع الحراره وكل شيء كيجينا شويه ديال العجز. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الغداء. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اول حاجه غادي نبدا، غادي نقي هاد الفولات هادو، غادي نحاول انني نحيد لهم ديك الجلده الفوقانيه كما كتشوفوا في الفيديو، يعني راه شارح نفسه بهذا الشكل هذا. كنحيدوا ديك الجلده الفوقانيه اللي كتكون غليظه، ومن بعد عاد غادي نفتحوهم ونحيدوا لهم الجلده اللي كتكون رقيقه. هنا الموس كان عندي شويه حافي، شويه يعني عذبني في الخدمه. صافي من بعد غادي نفتحهم بهذه الطريقه، وغادي نحيد كاع ديك الجلده اللي كتكون من الفوق. راه كتحيد بسهوله، يعني غير شويه ديال الصبر وصافي. صافي كنحيدها بهذا الشكل هذا. غادي نزيد هاد الثانيه هذه حتى هي بنفس الطريقه. جربوهم بهذه الطريقه هذه، راه كيجيو لذاذ بزاف، مشرمرين وطيبين في الطاجين. صافي بهذا الشكل هذا. هاد الكلاوي حتى هما غادي نحيد لهم هذيك الجلده الرقيقه الفوقانيه حتى هي بنفس الطريقه. صافي من بعد غادي نقطعهم المكعبات. حاولوا تخدموا بشي موس اللي يكون كبير وماضي. هنا بدلت الموس لان هذا كان عندي حافي. صافي غادي نقطع على شكل مكعبات بهذا الشكل، وغادي نديرهم في واحد الاناء باش نوجد لهم الشرموله. غادي نستمر حتى نقطع كل شيء، يعني الفولات وحتى الكلاوي غادي نقطعهم مربعات، ومن بعد غادي نديرهم في واحد الاناء باش نوجد لهم الشرموله ديالهم. بزاف ديال البنات كيسولوني علاش مابقيتيش ديري معنا روتينات، كتصوري معنا التنظيف وداك الشيء. نتوما عارفين ان في فصل الصيف الدار بداتها ما كتكونش منظمه، يعني كان كيفيق بكري، ما كيفيقش بكري، الوليدات ما كيفيقوليش بكري، يعني الفطور ما كنفطروش في الوقت، الغدا كنتغداو روطار. زياده على هذا الشيء نتوما عارفين مع هذه الحراره، يعني الانسان كيكون واخد راحته في دارو، يعني كنكونوش لابسين وداك الشيء. ما غاديش نقدر نصور معكم على راحتي. هذاك الشيء علاش انا ماجله التصوير ديال الروتينات ان شاء الله حتى للدخول المدرسي، ونبقى نشارك معكم الروتينات ديال التنظيم وديال التنظيف. صافي هنايا وضعت هذا الشيء في واحد الاناء. صافي غادي ندير الشرموله. درت القزبر والمعدنوس مقطعين، درت شويه ديال البابريكا، شويه ديال القزبر يابس مطحون، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار. هنا غادي نجيب واحد فص ديال الثوم كبير ولا جوج ديال الفصوص اللي صغار، وغادي نحكم في الحكاكه رقيقه، وشويه ديال الملح بطبيعه الحال. غادي نخلط كلشي مزيان. هاد الشرموله راه كتجي لذيذه. ومن بعد غادي نزيد على حساب واحد المعلقه ديال الخل. الا ما عندكمش الخل تقدروا ديروا الليم، يعني واحد العصره تاع الحامض هكا من الفوق. صافي هنايا غادي نوجد الطاجين ديالي. هنا في الطاجين كنت درت واحد البصيله صغيره قطعتها مربعات ودرتها كتقلى مع شويه ديال الزيت نباتيه. صافي وغادي نخوي ليها هذاك الخليط ديال الكلاوي وديال الفولات، وغادي نغطي عليهم وغادي نخليهم يطيبوا. هنا كما كتشوفوا راه غادي يطلقوا الماء، ولكن راه هذاك الماء كلشي غادي يولي ينشف، يعني ما تخافوش منه. غادي نبقاو مره هكا نحركوا، والطاجين نحاولوا اننا نخليوه شويه مفوج، يعني ما نغطيوش عليه كامل. صافي هنا غادي نوجد واحد السلطه. عندي هنايا المقارونيه سلقتها مع شويه مع حبه تاع بطاطا صغيره وحبه ديال الزروديه صغيره. غادي نضيف عليها الذره المعلبه المايس، وغادي نضيف هنا واحد العلبه ديال الطون. هاد الطون راه زوين بزاف البنات، غير جربوه وشوفوا حتى العلبه ديالو يعني زوينه بزاف وعمليه، تقدروا تخليوها تصاوبوا فيها المادلين ولا الكاب كيك صغار. من بعد زدت هنايا شويه ديال الكزبر والمعدنوس باش يعطيوني شويه ديال اللون. وهنا عندي المايونيز اللي صاوبتها بوحدي في الدار. هذه مايونيز بالحليب بدون بيض، راه كتجي لذيذه بزاف. من بعد ان شاء الله غادي نشاركها معكم في القناه. صافي وغادي نخلط مزيان، وغادي ندير السلطه ديالي تبرد في الثلاجه. هاد السلطه راه زوينه بزاف في الصيف، يعني توجدوها لوليداتكم ولا تديوها معكم الا كنتو غتمشيو للبحر، راه زوينه بزاف. صافي هنايا من بعد ما طابولي الكلاوي والفولات غادي نضيف عليهم واحد جوج حبات ديال المطيشه محكوكين في الحكاكه رقيقه، غادي نضيفهم عليها. صافي غادي نخلي الطاجين ديالي يطيب. هنا ملي قرب يوجد الطاجين ضفت واحد شرائح ديال الليمون الحامض بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف واحد شويه ديال الربيع من الفوق.
يعني كنوع من التزيين. شويه ديال المعدنوس بهذا الشكل وصافي. هذا هو الطاجين ديالنا، ها هو واجد، جا لذيذ بزاف وجا خاطر. هنا جا وقت التقديم. صافي هنا غادي نقدم السلطه ديالي بعد ما بردت، غادي نقدمها هنايا في هاد الطبيصلات هادو. وهنا رافقت الطاجين ديالي هنا بالفريت. نتوما عارفين اللي عندها الوليدات الصغار يعني ضروري من البطاطا، اي طبق درنا خصنا نرافقوا معاه البطاطا. هنا قررت انني نديرها لهم فريت. وهذاك القلب كان عندي القلب ديال الخروف حتى هو شويته لهم يعني غير في المقله. وهذه هي الغديوه ديالي. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوا الفولات ديال الغنمي بهذه الطريقه اللي اقترحتها عليكم، راه كيجيو لذاذ بزاف. نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. لا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك، ما تنسونيش من التعليقات المحفزه والمشجعه ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا لكل المتتبعات ديالي الغاليات اللي لا كبرت غير شويه كيبداو يسولوا عليا في الواتساب في الجروب في كل شيء. يعني شكرا لكم بزاف. غيتم راكم عارفين مع هذه الحراره وكل شيء كيجي شويه ديال العجز، يعني كنعجز انني نصور صراحه. صوت شحال من وصفه ولكن كنحاول انني ما نكثرش نوقف في الكوزينه مع الحمان، فكتشدني بحال السخفه. وان شاء الله نتلاقاو فيديوهات اخرى.